السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من إيه ده؟ محمد سمير؟ أنت حضرتك معانا؟ مش ممكن. من ايه؟ طب من ايه؟ طب من ايه؟ طيب انا عايز اعرف يا اسطى. انا مش عارف انا جاي في ايه. طيب يا إيه ده؟ أنت بتعرفش أنت جاي في إيه؟ لا لا، انا نفسي اعرف انا جاي في ايه يعني. ممكن تقول احنا جايين في ايه؟ يس، هو علميا هو إحنا بعد ما فشلت إن أنا أصور فيديو كده 5 ساعات تسجيل يعني باظوا. انطفيت. تمام؟ ما عنديش غيرك أنت أحكي له همي وأشكي له غمي وأحكي له على المصايب اللي حصلت في الشهر اللي أنا قعدت فيه ده وما بسجلش فيه أي حاجة. طب الدنيا صيام يا قلب اخوك. طيب انا مالي انا؟ انت البرو يا اسطى، ما عنديش غيرك، مفيش غيرك يا اسطى اشكيله همي وغمي والغمري كله يا اسطى، يعني ما اقدرش. ما علينا يعني، ما أنا- نطولش على أنا- المتابعين كتير. يعني المقدمه اللذيذه اللي احنا عملناها دي، احنا النهارده هنتكلم اكلمك النهارده احكي لك على المواقف الغريبه اللي انا اتعاملت فيها في الشغل بتاع الكول سنتر. انا فعلا بعد ما شغلات الكول سنتر دي اشتغلتها وانا حياتي كانت متمرمغه. كميه عملاء غراب جالوا لي حرفيا. انا ما جالي، انا اغرب ناس اتعاملت معاهم كانوا من ناحيه الكول سنتر وكلهم من الشرقيه. يرحمونا. اقول لك على اول حد دخل لي واحد يا اسطى، كان رقم الشرقيه، كان هو 055. ممكن حضرتك بس يا فندم تقول لي ايه اللمبات اللي شغاله عندك في الراوتر؟ ها، لمبات ايه شغاله في الراوتر يا فندم؟ لمبات الاوضه ولا لمبات ايه بالظبط؟ قلت له بص يا فندم، انا محتاج منك نتاكد من اللمبات بتاعت الراوتر. يعني اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم تقول لي لمبه الدي اس ال شغاله على حضرتك. ها، لمبه ايه يا فندم؟ يا فندم نتاكد من لمبات الدي اس ال. حماده، روح حط الراوتر في الفيشه حماده. بس بقى كده ظهرت قوي. انت كده قطعت لي الشوط في البسين. الايه؟ الشوط في الكمين. قلت له لمبه الدي اس ال شغاله عند حضرتك يا فندم؟ قال لي لا. ببص عندي لقيت انها شغاله. يا فندم لمبه الدي اس ال شغاله عند حضرتك يا فندم؟ لا. لمبه الدي اس ال شغاله عندي؟ الخدعه والمهاره. الخدعه والمهاره حرفيا. انا قاعد متزاول بقى. لا 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 يابا دابا دابا دابا. مش دي كاميرا خفيفة؟ مشكلته طلعت ان هو في من ناحيه الخطوط في حاجه اسمها رونج بورت. رونج بورت ده بيبقى عباره ان هو مثلا انت عندك الكابينه فيها جزئين، في شيلف وبورتات والحاجات دي كلها. انت عندك انت متسجل على بورت تاني خالص، ودي المشكله. طبعا اديته شكوى والكلام ده، وقلت له اول ما قلت له كلمه 48 ساعه، 48 ساعه اتعمل اتكهرب بقى وقعد يشتم ويعمل يقول لي ايه يعني ان انت ما شغالش مده 48 ساعه يعني ايه يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج. احنا ناقصين لبخه في الكلام. ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. اول ما دخل المكالمه قال لي ان انت مش شغال عندي. قلت له ماشي. ها. قلت له يا فندم ببص كده لقيت عليه فاتوره. قلت له يا فندم عليك فاتوره يا فندم بسعر كذا، بسعر 400 جنيه. ياه عندي 75 جيجا مش عارف استخدمهم عشان الفاتوره. قلت له يا فندم لازم تدفع الفاتوره يا فندم عشان نشتغل. يا فندم لا لازم شغل لي النت ماليش دعوه. شغل لي يا عم يا حط نفسك مكان. قلت له حط نفسك مكان، اروح ادفع الفاتوره يا فندم عشان اشغل النت. برافو عليك. دخل عليا كل طرق الشحاته الممكنه عشان اشغله النت. اول طرق الشحاته دخل بيها، انا عندي اخوات في ثانويه عامه. هنبصمجها ان شاء الله. ها. عندي اخوات في ثانويه عامه وبيذاكروا وعندهم امتحانات ويسقطوا اونلاين وبياخدوا درس مع راجل اقرا كده بيقول لك اعطيني صفرا وحاجات غريبه. هنبصمجها ان شاء الله. وفقهم بالنجاح والله العظيم وبالتوفيق، وربنا ربنا معاهم وبالتوفيق يجيبوا مجموع ان شاء الله. كل الحاجات دي قلت له مش هقدر. عايز تساعدهم يا فندم روح ادفع الفاتوره. هنبصمجها ان شاء الله. ادعي لي بقى يا رب تتجوز بنت الحلال، يا رب يبعت لك بنت الحلال، يا رب تتجوز البنت اللي بتحبها. Take me back to a place where يا رب يا رب تحج امك وابوك يحجوا يا رب. بس شغل النت. خليك حبيبي يا فندم بس ما اقدرش اشغلك النت. ادفع الفاتوره. ارخص يعني من الحوار بتاع ان هو كان داخل بيشحت عليا بس حرفيا وانا مش هشغله النت. مساء الخير. وحضرتك لو تهوهو انا هرتاح، انما سكوتك ده بيقتلني من جوه. بين لي اي علامه، فرحان مبسوط يعني، هز ديلك ارفع رجلك قول اي حاجه.
وبعدين انت بقالك كتير قوي واقف، انت مستني حد؟ انت ما عندكش قلب على على فكره حاول يرشيني، ابعت لك على الرقم، معايا رقم فودافون هديهولك، ابعت لك عليه 300 جنيه وتشغل لي النت. طب هو انت عبيط يا اسطى؟ ما تدفع ال 400 جنيه وتشغل النت. كنت عايز اقول له الشيك بتاع الديك فريزر لو ما تحصلش في ميعاده اقسم بالله العلي العظيم لاكون مقعدك جوه الديك فريزر. لا سامحني، دي فلوس شغل. الشيك لو سمحت يتحصل في ميعاده. طب انت جامد قوي كده وبترشيني ومعاك ومتعطر فلوسك شمال ويمين، ادفع النت. وحاول يعمل كذا وحاول يشحت وحاول بقى يحكي لي قصص غريبه، وحاول يقول لي لو انا مشهور كنت زمانك مشغله، قلت له لو مشهور مش هشغله لك. حلو. يعني الحكيم سعداني ليس عنصريه، ما عدا بتوع الشرقيه. لا ادري من هم الشرقويه، بس هم سبب خراب كل شيء. عميله، انا من احسن العملاء اللي جولي فعلا، دي من احسن العملاء اللي جولي. حبيبي الشخصيه سعداني السم. ايه لا مش كده، مش كده. لان كل ما معايا في المكالمه، هي من اول مكالمه تقول لي معايا مشكله النت بطيء كده، فقلت لها طب خلاص اديني لحظات يا فندم ارجع الخط بتاع حضرتك. تمام. كل ما اقول لها لحظات انا ما بعملش هولد، انا ممكن اعمل ميوت بس لو بكح او بعمل حاجه، فانا حاطط بس قلت لها بس ادي يا فندم اديني لحظات ارجع الخط بتاع حضرتك. براجع معاها في الاول، كل ما اقول لها كده لحظات الاقيها بتقعد تغني، وصوتها كان حلو قوي، وانا الصراحه اندمجت، يعني انا سبت الموضوع وسبت الخط بتاعه واندمجت معاه. قال لي يا فندم حاله الراوتر عند حضرتك لما شغاله. طب يا فندم اديني لحظات، كنت ببساطه تقول لها لحظات عشان تقعد تغني، مش عايز احطها على الانتظار اصلا عشان بتقعد تغني هل كنت بتراجع خط حضرتك؟ لا. لا لا حرفيا لا، انا كنت مندمج، ستايل كل خير. وكنت مندمج فشخ، وصلحت لها الخط في الاخر. كان عايز خطوه تنشيطيه، كان محتاج تكه زرار بس كده؟ كان محتاج تكه زرار. بس انا طولت المكالمه لساعه، محترم. طولت المكالمه لساعه. عارف يا اسامه الفيديو ده؟ اسمع بقى، انا حكيتها لك قبل كده دي ولا لا؟ طب يا اسطى ما انا مش عارف هي ايه عشان اعرف انت حكيتها لي ولا لا لا الاول. انت المفروض تتنبأ اصلا، انت مش صديقي. لا ما اعرفكش، انجز. بص جات لي واحده عجوزه يا اسطى. انت اصلا محتجزني في قفص للكلام وفاتح لي ديسكو. لا 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 مش باكلك احلى دراي يا اسطى. حبيبي يعني حصل. الراجل ده محترم جدا والله، لو حبس حد فيك واقسم برب العزه بيكرمه. ست عجوزه دخلت لي يا اسطى، كانت بتقول لي ان النت عندها خلص. تمام. قد تخلص عندي. حلو. هو دلوقتي جات لها دلوقتي الباقي خلص، الحوار بتاع ال 20 جيجا ده ما بقاش موجود للاسف. النت عندها خلص وعايز اتكلم بنات، وحرفيا النت بتاعها هيشتغل بعد حوالي يومين وهيتجدد. حلو. ومش عايز تعمل اي باقات اضافيه ولا تتعلي الباقه ولا اي حاجه. تقول لي مفيش يا ابني حاجه كده ولا كده يا ابني. لا والله مفيش حاجه يا فندم، باقه خليها خلصت. طب هي خلصت من ايه ومش ايه واستهلاكي ومش استهلاكي، ودخلت في حوار استهلاكي وعوضني ومش عوضني والحاجات دي كلها، اي طريقه تاخد فيها جيجات. وانا صراحه كنت مستعطف معاه شويه ان هو عايز يساعدني. فحلو. كان نزل علينا حاجه بقى ان هو ايه، لو عميل عندنا اتاخر في يعني اتاخرنا عليه وكده بنديله 10 جيجا بنعتذر له منها. تمام. لو الدنيا كانت رش وكده فبنعتذر له وبنديله 10 جيجا. انا لازم اديها ال 10 جيجا دي، طبعا لازم اديها ال 10 جيجا. بس انا ما ينفعش اقول لها يا فندم ايه يا فندم انت كنت منتظره معانا كتير، لا ما ينفعش اقول لها كده، اقول لها صريحه، لازم هي اللي تقولها. فدخلت قال او بتقول لي انا هلغي خلاص معاك، انا هلغي من معاك. ليه يا فندم ما تلغي ومش هتلغي يا فندم؟ اولا كده يا ابني يا حبيبي، انا اولا كده بخش معاكم ورصيدي بيخلص. رصيدك بيخلص اصلا ليه يا فندم؟ رصيدك بيخلص معانا يا فندم في المكالمه. بيخلص ازاي يا فندم؟ بتعدوني كتير يا فندم لغايه ما حد بيرد عليا من خدمه العملاء. اول ما قالت لي كده قفشت، قلت لها يعني ايه يا فندم؟ ازاي؟ يعني المره دي قعدت معانا كتير في المكالمه؟ قالت لي والله يا ابني لا ده انا قعدت 10 دقايق والله يا ابني مش كتير، ما قعدتش معاكم كتير. مفيش فايدة. عايز اساعدك بس انت مش عايزه تساعديني. قالت لي 10 دقايق قعدت معانا كتير قوي يا فندم. 10 دقايق كتير. خدي 10 جيجا يا فندم، خدي 10 جيجا. بس انا مش فاهم برضه النت بيخلص عندي ليه؟ هل القطط اللي عندي هي اللي بتخلصه؟ قلت لها فعلا يا فندم ممكن القطط هي اللي بتخلصه. قلت لها كده وهي اقتنعت. قالت لي مش ممكن هم لما ما يكونوش موجودين يا فندم هم يكونوا هم اللي بيستخدموا النت والحاجات دي؟ قلت لها ممكن يا فندم، كل شيء وارد والله. انا قاعد بهود معاه عشان تقفل المكالمه، اديتها ال 10 جيجا وهي قفلت بقى ومبسوطه. حاجه كمان، عميل كمان. بص
دخل عليا عميل كان بيشتكي من سرعه النت، تمام. فالراجل ده بصيت على الخط عنده، لقيت كفاءته تمام والسرعه اللي متقدره تمام وكل حاجه تمام في الخط، ما عندوش ولا اي مشاكل. حلو. فقلت معاه افتح معايا سبيد تيست نتاكد من السرعه اللي وصل حضرتك يا فندم. فتح معايا سبيد تيست، ببص لقيت السرعه اللي معاه واقل من السرعه المطلوبه. انت المفروض عندك 30، المفروض انت اب تو 30، تمام. المفروض السرعه عندك يعني اللي توصل لك ما تقلش عن 19 ونص، تمام. 19 ونص ايه يا اسطى؟ انا اللي بيوصل لي 10 بالعافيه. يعني انت دلوقتي لو عملت معايا سبيد تيست بص كده يطلع لك كام؟ 32 يا مفتري. يا عم وديها ماشي. الافتراء ده يا اسطى بجد يعني. السرعه اقل من 19 ونص، كانت حوالي 11. حلو. فقلت له بص عايزين نعمل سبيد تيست تاني بس التليفون بس حضرتك يكون متوصل. عمل كده فعلا، لقينا السرعه لسه 11. قلت له خلاص دلوقتي هنخش دلوقتي على صفحه الراوتر نغير حاجه. دخلت انا وهو معاه صفحه الراوتر، جينا نغير حاجه اسمها الام تي يو، وغيرت معاه الام تي يو دي خليتها له 1420. حلو. قلت له يلا اعمل سبيد تيست تاني، جات له سرعه 5. جامد. اول ما قلت له كده انا اول ما قال لي انا السرعه جات لي 5 انت عملت ايه؟ قلت له مش عارف بس هو السرعه قلت. قال لي طب الحقها معايا بتقع، والله الحقها معايا السرعه بتقع مني، السرعه بتقع مني الحقني يا فندم، السرعه بتقع مني الحقني. ده بتاعي صح، حادثة بسيطة كده بس حضرتك اطمن أنا سليم. يا اخويا اولع انت بجاز، انا بسأل عن الموتوسيكل، راح فين الموتوسيكل؟ هنحاول نلحقها، هنغير حاجه تانية. دخلت معاه صفحه الراوتر تاني نغير حاجه غيرت الشانل، عمل سبيد تيست تاني. السرعه جات له كام؟ السرعه جات له 2. اتفضل. ايه ده؟ ده الباقي. ده اللي فاضل الموتوسيكل؟ فداية فدا مين؟ يا عم ارحمني، اسمع عارف يا ناس، حد يرحمني من الواد ده. قال لي انت بتعمل ايه؟ طب السرعه بتقل يا عم الحقني قلت له خلاص 11. عملناها 11 بقت السرعه 15. قلت له بس حلو قوي كده، هنعمل بلاغ، احنا هنقدم شكوى وحد من التيم تيم الشبكات يتابع مع حضرتك. حاجة زي الفل وبارك الله فيك. فالمهم يا رجاله لو عايزين تشتركوا في قناه الراجل المحترم ده هتلاقوا القناه بتاعته تحت في الديسكربشن، زودونا بلايكات وسبسكرايب، هتلاقي قناته فيها حاجات كويسه جدا، توب 5 واللي جيمنج وكل حاجه. اتمنى لكم مشاهده كويسه. بيس. السلام عليكم.